السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم البربون بطريقة سهلة جدا، اتمنى تجربوا الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم. اول حاجة هنا معايا توم مفروم دقاه كويس في الهون، وحطيت عليه كده شوية خل، وحطيت كمان عصير ليمون. بجد التتبيلة دي حلوة جدا، جربوها هتعجبكم. وحطيت بقى البهارات بتاعتي، حطيت شوية شطة وشوية كمون، وحطيت كمان فلفل اسود وملح، ظبطت الملح كويس وقلبت الخلطة كويس جدا مع بعض. وهحطهم بقى ايه على السمك طبعا انا منضفاه كويس جدا تحت المية، وشلت القلب اللي جواه. وحطيت الخلطة دي طبعا عشان خلطة سايلة، فانا حطيتها كده على السمك عشان السمك صغير يعني فيتشرب من التتبيلة كويس جدا. وسبت السمك في التتبيلة شوية لحد ما يتبل. انا هعمل الرز وبعد كده هبقى ارجع للسمك تاني. الرز صيدية سهل جدا، حطيت شوية زيت، حتة سمنة، ونزلت عليها البصله. طبعا قعدت اقلب كويس. طبعا الرز الصياديه بنبقى عايزين البصله تبقى بني كده محمره خالص، يعني متبقاش محروقه، خلي بالكم. يعني بصوا كده البصله بقت واخده لون حلو قوي. بعد كده نزلت عليها الميه. طبعا معلش الحته دي ما اتصورتش مني، اتقطعت. نزلت الميه، بنزل الميه الاول عشان الميه تاخد من لون البصله وتبقى حمراء. وبعد ما نزلت الميه حطيت الملح وكده وظبطته. بعد كده حطيت الرز ووطيت النار خالص لحد ما بقى يستوى كده وبقى حلو. هنا بقى الدقيق كنت مبهراه بنفس التتبيله بتاعت السمك. حطيت ملح وفلفل برضو وكركم وكده، ونزلت عليه السمك كل واحده كده. وبعد كده بهرت الدقيق بملح وفلفل وكركم، بصل بودر وتوم بودر وبابريكا، وبقى حلو كده. وبدرت السمك في الدقيق كويس جدا، وبعد كده نخلته بالمنخل عشان السمك ما يبقاش فيه دقيق كتير. وبعد كده بقى هنا زيت سخن وحطيت السمك، وهنا كان اخد لون حلو جدا. صحيح يا جماعه، نسيت اقول لكم كنت حاطه شويه نشا في الدقيق عشان يخلي السمك مقرمش وجميل. والسمك طلع معايا مقرمش وحلو قوي. وطلعته بقى وكده. وعصرت كمان نص ليمونة في الزيت عشان ما يخليش الشقة كلها ريحتها سمك، فالليمونة بتخلي السمك حلو وما يخليش الشقة ريحتها الزفارة بقى وكده. وهنا طلعت السمك بالمصفى وصفيته كويس. طبعا بحطه في مصفى عشان يبقى مقرمش، ما تحطهوش في طبق وعليه مناديل عشان ايه ما يبقاش طري، لازم مصفى عشان يبقى مقرمش. وبس كده، ده كان شكل النهائي لغدانا النهارده. اتمنى تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي ايه رايكم فيه. طبعا رشيت كمان على السمك لما طلعته، رشيت عليه شويه ملح وفلفل اسود وشطه وكمون، حاجات بسيطه كده عشان يتطعم. وبس كده، ده فيديو النهارده، اتمنى يعجبكم ومع السلامه.